لأول نظرة هنلاقي إن المسجد مهيمن جدا على ساحة الشعب. يا ترى شفنا القرش ده فين قبل كده؟ خليني أقول لك إن القاهرة هي صاحبة لقب أطول عاصمة لمصر. معاكم معماري محمد حمادة، والنهاردة هنتكلم عن مسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة. شرحنا قبل كده ان تصميم العاصمة الإدارية الجديدة متمحور حوالين النهر الأخضر، وعلى النهر الأخضر الكيرفد بيتقاطع خطين مستقيمين مع النهر. خط بيبدأ من مجلس الشعب وينتهي مع مركز المال والأعمال، وخط بيبدأ من منطقة الرئاسة وينتهي بمسجد مصر. يعني المسجد محطوط في مكان مهم جدا، والمكان ده زادت أهميته بسبب منسوب الأرض. أرض المسجد منسوبها هو الأعلى في كل اللي حواليها، أعلى من قصر الحكم والوزارات ومجلس الشعب وساحة الشعب، وده ممكن يكون ليه مدلولات كتيرة. لأول نظرة هنلاقي إن المسجد مهيمن جدا على ساحة الشعب بسبب الارتفاع الضخم والحجم الكبير. وأول حاجة هنلاحظها السلالم الضخمة جدا اللي بتدي إحساس إن المسجد بعيد وصعب الوصول ليه. مش عارف هل دي الرسالة الصح اللي دار عبادة يقولها للناس بتصميمه، إن أنا بعيد عنك خالص وصعب الوصول ليا؟ مش عارف. لو لاحظنا إن تصميم المسجد مقسوم لجزئين، جزء تحت وجزء فوق. الجزء اللي تحت هيكون مركز مصر الإسلامي، وهنلاقي إن بعد السلالم فيه قرشين ضخمين جدا. يا ترى شفنا القرش ده فين قبل كده؟ أيوة شفناه في الموسم الأول، ولو ما شفتش الحلقة هغششك واسيبها لك في الديسكريبشن تحت عشان ترجع تشوفها. القرشين الضخمين دول تم استحضارهم من مسجد الأزهر اللي الفاطميين بنوه. طب ليه استخدمنا عنصر فاطمي في مسجد مصر؟ ليه مش عنصر أيوبي أو مملوكي أو عثماني؟ ما كلهم كانت دول إسلامية في مصر. خليني أقول لك إن القاهرة هي صاحبة لقب أطول عاصمة لمصر. اللي بنى القاهرة كانوا الفاطميين. طبيعي ومن المنطقي إن لما نصمم عاصمة جديدة لمصر نستوحيها من القاهرة نفسها والهوية الفاطمية، مش المملوكي أو العثماني أو الأيوبي. وأول عنصر استوحيناه من الهوية الفاطمية القاهرية هو الكيل أرش أو العقد المدبب ذو المركزين. الأرش ده اسمه الكيل أرش أو العقد المدبب ذو المركزين، اتعمل في عهد الفاطميين داخل مدينة القاهرة الأصلية. إذا كان هدفك هو تصميم مبنى بشكل مختلف ومبدع مما يترتب عليه سهولة البيع والتنفيذ، إذا فلتكن وجهتك DFA للتصميمات المعمارية ودع طموحاتك العقارية لنا. للتواصل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي بادر بالدخول على إنستغرام أو فيسبوك وابحث عن Design Firm Associates Architecture for Humanity. القرش ده اسمه الكيل أرش أو العقد المدبب ذو المركزين، وده اللي هنلاقيه مستخدم في مسجد الحاكم والأزهر. القرشين ما كانوش العنصر الفاطمي الوحيد اللي تم استحضارهم من الهوية الفاطمية. القبة بتاعت مسجد مصر تم استحضارها من الهوية الفاطمية بتاعت القاهرة، واللي معروف باسم The Onion Shaped Dome. وهنلاقي ان القبة بتاعت مسجد مصر تصميمها متاخد من قبة الأزهر اللي في القاهرة. بصراحة مع حجم المسجد الضخم قوي ده القبة كانت هتبقى أحسن لو كبرت شوية، عشان لما نبص على كتلة المركز الإسلامي هنلاقيها عريضة جدا وليها حضور قوي على الساحة بسبب الحجم. والقبة اللي فوق بالمقارنة مع الكتلة اللي تحت مش مهيمنة وملهاش نفس الحضور على الساحة، وكان نفسي أشوفها أكبر في العرض والارتفاع أكتر من كده عشان نكمل الحضور الطاغي اللي احنا عاملينه على ساحة الشعب. ونيجي الحاجة بقى العين ما تغفلهاش خالص في مسجد مصر، وهما المأذنتين. تصميم المأذنتين مش مستوحى من الهوية الفاطمية بس، لكن معها هوية قاهرية مملوكية. تعالوا أوريكم إزاي. المماليك مقسومين لفترتين، الفترة الأولى اللي هم المماليك البحرية، والفترة الثانية المماليك البرجية. زي ما حكيت لك في الموسم اللي فات في الحلقة دي المأذنة بتاعة المملوك البرجي. بتبدأ من شكل مربع، بعد كده شكل متمن، بعد كده شكل اسطواني، بعد كده البصلة. ودي المأذنة الفاطمية من مسجد الحاكم، بتبدأ من مربع، بعد كده شكل متمن، بعد كده قمة المأذنة على نفس شكل الكيل أرش لكن لافف حوالين مركزه. وفي بعض الحالات تم دمج الشكلين مع بعض زي المأذنة دي، وهي دي اللي اتجابت في مسجد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة. لو حطينا المأذنة القاهرية الأصلية جنب الجديدة هنلاحظ إن في فرق في النسب طبعا، وهنلاحظ إن المأذنة التاريخية بتتدرج كل ما نعلى فوق، لكن في الجديدة مش بتتدرج خالص، زي ما بتبدأ زي ما بتنتهي.
المأذنة التاريخية التدرج في العرض بتاعها اداها خفة ورشاقة، لكن المأذنة الجديدة عدم التدرج اللي حاصل فيها اداها قوة زيادة عن اللزوم، والرسالة دي مش متماشية مع الارتفاع العالي جدا ده وعرض الكتلة بتاع المركز الإسلامي. أو على الأقل كانوا يزودوا مأذنتين تانيين يمين وشمال المأذنتين الموجودين، ويكون ارتفاعهم أقل من اللي موجود عشان يكمل الخطوط البصرية للمسجد مع تكبير القبة عشان يتناسب مع عرض الكتلة اللي تحت. وده مجرد رؤية أو اجتهاد من فريق البرنامج. الكيل أرش الفاطمي ده كان ليه حضور تاني في العاصمة في مكان تاني غير مسجد مصر. الحضور التاني كان في بوابات العاصمة. هنلاقي إن البوابات متصممة على حرف يو عشان يرحب ويحتضن بالمتجه ناحيتها، والبوابة مكونة من 7 أقواس، 3 رئيسيين في النص وحجمهم ضخم جدا لكن في نفس الوقت مش تقال بصريا وفيهم شوية رشاقة. والثلاث أقواس دول أهم عنصر حاضر فيهم هو الكيل أرش الفاطمي. وفي الحقيقة تصميم مجلس الشعب وساحة الشعب والقصر الجمهوري والوزارات متصممين على الهوية المعاصرة مع المصري القديم، يعني الأغلبية مصري قديم حداثي. مفيش غير مسجد مصر هو المستوحى من الهوية القاهرية الفاطمية، فليه تم استحضار الهوية الفاطمية في تصميم البوابات وما تعملش مصري قديم حداثي زي بقية التصميمات؟ الحقيقة ما عنديش إجابة، مش عارف. احنا كده وصلنا لآخر الحلقة. قولوا لي ايه رأيكم في تصميم أكبر مسجد في مصر بعد ما فهمناه معماريا؟ بسألكم عن رأيكم المعماري مش الاقتصادي أو السياسي. واستنونا الحلقة الجاية هنتكلم عن تصميم أكتر حاجة بتشد عين أي حد لما يخش العاصمة الإدارية، اللي هو البرج الأيقوني والنهر الأخضر، ومن المنظور المعماري طبعا. استنونا الحلقة الجاية.